اجي علاش الذكور هما الوحيدين اللي عندهم تفاحة ادم؟ اشنو هو الدور ديال تفاحة ادم وعلاش اصلا تسمات بتفاحة ادم؟ اجيو نعرفوا علاش. تفاحة ادم اولا اللي كتصطلح عليه بالبروز الحلقي هي عبارة عن غضروف كبير في الحنجرة وكتكون قدام ما يصطلح عليه بصندوق الصوت وكيكون فوق الغدة الدرقية مباشرة. وخاص تعرفوا بلي تكون تفاحة ادم ماشي مقتصر على الرجال فقط، كاين حتى عند الاناث وكاين عند الاطفال وكاين عند الصغار والكبار، يعني الناس كامل عندهم تفاحة ادم، غير هي ما كتكونش باينه بنفس النسبه عند جميع الناس. وتفاحة ادم ما كتكونش بارزه عند الاطفال او النساء لانها مرتبطه بعلامات البلوغ عند الذكور وتحديدا تغير الصوت. كما كنعرفوا انه في مرحله البلوغ الحنجره كتبدا كتكبر وكتغلاض، فبالتالي الصوت ديال الذكور كيبقى يتبدل ويغلاض. تفاحة ادم اللي الدور ديالها هي حمايه الحنجره ومنهم الحبال الصوتيه والغده الدرقيه من العوامل الخارجيه، وكذلك كتقوم بتوزيع الهواء والطعام في الحنجره اللي كتسمح لبنادم يقدر ياكل ويشرب بطريقه عاديه، وايضا مسؤوله على الصوت والنبره ديالو كتولي كتدفع القدام باش توفر الحمايه. هادشي علاش كتكون خارجه بزاف. اما بالنسبه للاناث كيكون التغير شويه مختلف، واخا الحنجره كتكبر ولكن ما كتكونش بنفس النسبه اللي كتكبر بها عند الذكور، فبالتالي تفاحه ادم ما كتكونش عندهم بارزه. اما بالنسبه للناس اللي كتسائل علاش سميتها تفاحه ادم، فراه كاينين جوج النظريات. الاولى كتقول انه في قصه سيدنا ادم وحواء، فسيدنا ادم فاش كال التفاحه اللي نهاهم الله عز وجل عن تناولها، فواحد الجزء منها وحل ليه في الحلق ديالو، وهادشي خلى عنده واحد البروز وتشكلات عنده تفاحه ادم. وهنا خاصني ناكد باللي هذه النظريه هي عباره عن اسطوره متوارثه وما مذكوره حتى في شي ديانه وما عندها حتى شي مصادر موثوقه. اما النظريه الثانيه للتسميه ديال تفاحه ادم الا وهو ان كلمه ادم في بعض اللغات كتعني حرفيا رجل او انسان، وكلمه تفاحه كتعني تورم. فالناس في القديم فاش كانوا كيبغوا يتكلموا على تفاحه ادم كانوا كيقولوا التورم الذي يصيب الانسان او التورم الذي يصيب الرجل. ومع مرور الوقت الناس ولاو كيدمجوا جوج الكلمات اللي هي تفاحه وادم وولات معروفه بتفاحه ادم. وهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا عندكم شي سؤال بغيتونا نجاوبوا عليه كتبوا لينا في التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه. تهلاو.